لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1207 لوان كاين تفسير قرآن في رزبين وخزمتان ومن بس رزامندي رب العالمين وهوادان وآزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. والله بريزان هل درجة آتانك رب العالمين باس لقصي قورما صالح دك عليه الصلاة والسلام لقل قومكي كوا قوم ثمود بو لدواي أوي كوا بانجيان دك لبو عقيدة توحيد ويكتافرستي وهروها بانجيان دك لبو خير لبو بختوري دنيا وقيامت كاتك أوان لبرانبر دا طبعا بدروي دزانن وهروها داواي معززي لدكن خواي قورا معززة شان نشان دا كوا وشتريك لبرديك لويان درديني وفرمانيا بيركا ليقرين آزاري مدن دسن دشي كجن إتر صالح عليه الصلاة والسلام بفرماني خواهي قول بيان رادقيني كوالا دواي كشتني واشتركا سي روشتان لبردستا تمتع بكن لو جيانتان لدواي أو وعد غير مكذوب وعدك كدروي تداني عذاب دي تسريان. فلما جاء أمرنا كاتك وأمري الله تعالى هات فلما جاء عذابنا طبعا عذابي خواي قوربو أمرنا وتعذابي خواي قورك وفرماني لسربية تسريان نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا كعذابك هات السريان أو ذا صالح عليه الصلاة والسلام وإيمان دارانك ولقل صالح بون والذين آمنوا معه أو إيمان دارانك ولقل صالح بون أوان ما نزاد برحمة منا وبنعمة وفضل منا عليهم بنعمة فضل خواهي قولا صالح عليه الصلاة والسلام لقل إيمان داران نزات ينبو ومن خزي يومئذ لعذابك نزات ينبو وهروها ونجيناهم من هوان ذلك اليوم وذل عذابه الذي أصاب الكافر. سبحان الله. هم لعذابك نزات مادان هم لو زليلو لو رسوايي كوالقل عذابك بسر كافران هات. سبحان الله. كوات هم عذابي أنت تسري هم زليل رسواج بون پیغمبر صالح عليه الصلاة والسلام لقال إيمان دار نجات ينبو لعذابك ولا زليليو لو رسوايك لقال عذابك هاتبو برحمة خواهي قوله وكو بقاعدة برحمة منا بيّن أن إحسانه سبحانه لا يكون إلا فضلا منه كواتتساكي الله تعالى لقال إيمان داران فعلا وكو فضلك ديكا سبحانه وتعالى إن ربك هو القوي العزيز واتا پروردگار يا محمد صلى الله عليه وسلم هو القوي في بطشه زور بتين وزور بهيزة كاتك وعذاب دنيري القادر على إنجاء المؤمنين بتوانايا لسروكوا إيمان داران نزاد بدا وبتوانايا لسروكوا كافر كان لناو ببا العزيز القاهر أو ذاتك والعزيز القاهر الذي لا يغلبه شيء أو دا صلاة دارك وهيش تكنية هيز توانايا قنية بتواني ظالبي بسري سبحانه وتعالى. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ديار مناسبة أتجلق الأوي بيشو خوي وكو بقاعدة له أنه بيّن تعالى إيقاعه بأعدائه بعد إنجائه لأوليائه كواتا خوي قول سبحانه وتعالى بيان دكا كوا بتشيويك دجمناني لناو دباو
إيمان داران ودوستاني خوي نجات ددا وأخذ الذين ظلموا الصيحة أي وأصاب الذين ظلموا أنفسهم بالكفر وعقر الناقة الصيحة العظيمة كواتا أوانيك وظلميا لنفس خوان كر بأنزام داني كفر كشتني أو اشترك وكم عجزيك بو تيان بسر هات صيحة هات السريان دنگي يكجار زور قوريان هات السريان فأصبحوا في ديارهم جاثمين أي فصار الكفار في ديارهم ساقطين على ركبهم ووجوههم يتلا نتزي أو دنگ قوري سبحان الله لناو مالكانيان كوتن بسر تسوچيانو بسر دمو تساويان دا موتى خامدين يتركوا جانوا مردا حركان تيدا نما كأن لم يغنوا فيها أي كأن الكفار لما جاءهم العذاب لم يعيشوا في ديارهم ولم يتمتعوا فيها سبحان الله باشوي عذابكات سريان بوشوي خاموش بنو مردن كأنما روجك لرجاء هنا النجيين أوهموا هرشوا قرشوا تهديدوا أوهموا خوب قورزانينا هيتي نما للحظيك كأن لم يغنوا فيها كأنما روجك لرجاء للنجيين سبحان الله باشان انزا أخوائي قول سبحانه وتعالى تأكيد لسروي دكاتو لبرتي أوان مستحق بو عذابي ألا إن ثمود كفروا ربهم آقادار بن ألا لبو استفتاح تنبيها آقادار بن بزانا كوالبرتي أو قوم وايلهات ثمود كقوم صالح پیغمبر عليه الصلاة والسلام كفريان بپروردگاريان كر إنكاري يكتا پرستی خواهي گوريان كر كفريان بآتكاني خواهي گورا كر ألا بعدا لثمود أي ديسان ألا آقادار بن أبعد الله ثمود عن كل خير الله تعالى دوري خصنا ولهم خيرك وأهلكهم دور كونه أوانيش تون زبلداني ميجوه ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ زالير دا لدواي أو كوا باسي قومي صالح كوا ثمود بو صالح بيغمبريان لوروان كرابو عليه الصلاة والسلام بوشي وكوتاي بيدي أو لا بريج لميجو هل دادريتو لا بريج نويدي كأويش وكو مقدميك لبو باس كردني قومي لوط وتيان بسرهات لإبراهيم ودس بيدك عليه الصلاة والسلام لبروي إبراهيم لوط صلاة والسلام خان لسلبي كوا لوط والله أعلم برازاي إبراهيم صلاة والسلام خان لسلبي معاصر يجبوين هريكو لا هيك زمن جان والله هريكو لمنطقة يقدابوين يترسرتاي هاتنا عذابي هاتني عذاب لبو قومي لوط بوشوي دس بيدك كوا ملائكة كان يكم زار دين ضيافة ميوان داري إبراهيم عليه الصلاة والسلام لسر شيوي بشر إنزا دواتري دسن لبو زي كردني عذابكي خواهي قورة دسن لاي لوطو باشانيش فعلا عذابك بسر قومي لوط زي دكري مناسبة يوآتا لقل آت كان بيشتركو بقاعدة لي كاتك قصي بيشوتر بوشيوي كوتاي بيهات ليردا باز لقصي سيدنا لوط دكا عليه السلام لبرو يدلي باسي قوم لوط أشهر الوقائع بعدها لباشي قوم صالح لباشي ثمود بابرين بلاو ترين ومشهور ترين رودا وكرويدا بسر قوم لوط هاتيا وقدم عليها ما يتعلق بها من أمر إبراهيم عليه السلام وذكر لبشراه كواتا لبيش أوا باز لإبراهيم دكاتن وكو مقدمين لباس قوم لوط وكاتك ملائكة كان دين مجدي من دالي بيدن كوري بيدن لما في ذلك كله من التنبيه لمن تعنت بطلب إنزال الملائكة في قولهم أو جاء معه ملك كواتا ليرش تنبيه آقادار كرنوية لواني كوا لو كافراني دائما عنادي دكن بوي كوا داواي دابزيني ملائكة دكن حتى أكو برامبر ببيغمبر صلى الله عليه وسلم دانقو أو جاء معه ملك أدلو ملائكة اللي قالين هاتي كواتلير دا عين تنبيه تمشاكا ملائكة هاتي بلام لو عذاب هاتي أقادار بن
هذا مع ما في ذلك من مناسبة أمر هذا الولد لأمر الناقة. وهو مناسبة هي لو من ذلك أخوي قول سبحانه وتعالى مجدي إبراهيم بيدا لقل أو اشترك أخوي قول وكو معجزيك بقوم ثمود بخشي في تكوين كل منهما بخارق للعادة. هر يقلوانا واشتركاش وكو معجزيك دروز دبيلة بردك أو من دالش لداكو بابي شي بتمن بصالاتو بيدا دبي وش معجزية كواتا عيني أو مناسبش لبين أو دو قضية إشارة إلى تمام القدرة وكمال العلم المبني عليه أمر السورة في إحكام الكتاب وتفصيله. كواتا لير ده هم إشارة لبو أو بري قدرة توانا أو ذات سبحانه وتعالى أو بري علمه هي إخوائي قول سبحانه وتعالى أو ذاتش أو كتابي ناردي كوا وكل سرتاي دا فرمي بو بري حكمته إخوائي قول تفصيلي بيدايا. وتناسب جدالي نوح وإبراهيم عليهما السلام فكل منهما كان مشفقا على الكافرين. وهروها نوح وإبراهيم صلاة والسلام خوانا سلبي هر يقلوانا كم بابلين مجادلة دكن لبوئي كوا شفقتيان هي درباري كافر كان كوا عذاب نيتا سريان هر يقلوانا رجان وكوا نجات بدرين لعذاب واتقو مكانه نجات بدرين لعذاب إيتر بوشوي ديتنا بابتك. ابن عاشور دلي وقدمت قصة إبراهيم ليردا باس لقصة إبراهيم ذكر سرت هذا لأن الغرض من هذه القصة الموعظة بمصير قوم لوط. طبعا ديتن باس قوم لوط دكاو تاوك بندو آموشقاري لمصير تسارنوس قوم لوط والبقرين إذ عصوا رسول ربهم كاتك وأوان سربيتي بيغمبري خوايان كرد عذاب هاتا سريان كاتك و تمشاهد كبيشوي عذاب السريان إبراهيميش عليه الصلاة والسلام كأبو الأنبياء ديويتن وكبلي شفاعتش يعني لو كعذاب نيت سريان لقل أوش هر عذاب ديت سريان وللتنويه بمقامه عند ربي على وجه الإدماج ولذلك غير أسلوب الحكاية في القصص التي قبلها والتي بعدها نحو إلى عاد كواتا ليرة دا يعني حتى أسلوب قصة كليرة بشيوش كمثلا لبقوا كان كفر وإلى عاد نخاهم هدى إلى آخره بلام ليرة صيغي جيرانوي قصة كش جياوازة بو شويد سبيدكاتا كذا فرمي ولقد جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرى واتا بلام توكيد قسمي بقدي تحقيق بيغمبر النيردراواني إما كملائكة بون هاتنا لاي إبراهيم عليه الصلاة والسلام مجدي من دالبونيان بيدا. ابن عاشور دلي فيه تأكيد الخبر بحرف قد تأكيد خبر كيدا كاتو بقد كالبو تحقيق دليل للاهتمام به لبوي كوا سرنز رابتش كوا قرنقة وقضية. أبي السعود دلي أسند إليهم مطلق المجيء بالبشرى دون الإرسال كاتلير دا فرمي ولقد جاءت رسولنا باب نيدرا وكان إما هاتنا لاي إبراهيم نافرمي ناردمان إرسال ما كر لأنهم لم يكونوا مرسلين إليه عليه السلام بل إلى قوم لوط. نبر الله أصلا وأن بوظيفاش كهاتنا أوان أرسلوا إلى قوم لوط هاتنا عذاب له قوم لوط بين فرمان فكرة بلام لريقاش دا هاتنا مجدة بإبراهيم بدن. قالوا سلاما قال سلام كهاتنا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وتم ملائكة كان سلام يعني لإبراهيم كرد إبراهيم عليه الصلاة والسلام فرموي سلام وتسلام عليكم. سعدي دلي وتأوان ملائكة كان هات السلام يعني كرد أويش سلامي جواب دانوا. سعدي عبد الرحمن بن ناصر سعد دلي فيه أن السلام قبل الكلام كواتأوا يا كمش دولي ورد جيري إنسان بيش ودز بقسام كذا بسلام بكا. وفيه مشروعية السلام وهروها مشروعية السلام لكردنها وأنه لم يزل من ملة إبراهيم عليه السلام لملة إبراهيم هرهية سلام لكردن هرهية. لإكليل سيوطي دلي يدل على أن تحية الملائكة السلام كتحية بني آدم أوش بلقية أو أتلسلك وملائكتش فهماش وكو بني آدم مسلمان كان بني آدم السلام ليكتر ذكا أوانيش. ابن عطية دلي فيه أن رد السلام واجب وبدءه سنة كواتا أوش لي ورد جيري كوا
بداية السلام كردن سنة بلام ولام دانوكي واجبة لبرسي، لأن التعبير بالمصدر مرفوعا هو سبيل الواجبات. أي إبراهيم كجواب يعني فرمي قال سلام بمرفوعي كواتا دري لبروي مصدرك بمرفوع هاتية دائما مصدر مرفوع أو إشارة لويكوا أو واجب أو شتا، والتعبير به منصوبا قالوا سلاما أوان سلاما بمنصوب دلين هو سبيل المندوبات كواتا وكو قاعدة دلين ك بمنصوبيهات مصدرك بمنصوبيهات أو لبابي أو كوا مندوب مستحبة، بلام كاتك مصدر بمرفوعيهات أو نشانه أو كوا واجبة. فالجملة الإسمية أثبت وآكد من الجملة الفعلية. طبعا أو إبراهيم جملة اسمية أو يوانس جملة فعلية. طبعا جملة اسمي أثبت وبهيسترة لا جملة فعلية لويا سلام كردن سنة ولام دانوي واجبة والله أعلم. ديارشتي ترجمة باس بكن لو آتا والله من لبرتوابن كالدوستين ببشتوان الله تعالى واني داهاتو دينو خزمة دوات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.